بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، حديث اليوم عن عبادة عظيمة جدا، عظيمة وكريمة عند الله عز وجل، بل لها مكانة ما تكلفنا شيء، ما تكلفنا شيء أبدا، لكن تكلفنا إحساس صادق. حديثي معكم اليوم أيها الأحبة عن الحب في الله. الحب في الله هذه عبادة عظيمة جدا ما تكلفنا شيء، لكن الأجر المترتب عليها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: إن للمتحابين عند ربهم منابر من نور يغبطهم عليها الأنبياء والصديقون والشهداء. منابر من نور، من يغبطهم؟ الأنبياء والشهداء والصديقون. إذن هذا العمل ما هو يسير، ولذلك هذا العمل من أعظم الأعمال التي تجلب حلاوة الإيمان وطعم الإيمان ولذة الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فقد وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان التي يتمناها كل مسلم، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود للكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. لذلك أيها الإخوة، ماذا تكلفنا؟ أننا إذا رأينا إنسانا صالحا صاحب دين صاحب خلق صاحب سمت حسن: يا فلان إني أحبك في الله. ما يكلفنا شيء كثير أيها الأحبة. يعني هذا الأجر المترتب على هذا العمل ما يكلف شيء كثير. ولذلك المسلمة ترى مسلمة صادقة ملتزمة صاحب الدين: يا فلان إني أحبك في الله، تنال هذا الخير. إنسان مسلم يرى رجلا صالحا شابا صالحا: فلان إني أحبك في الله. ولذلك كان رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، رأى رجل إني أحب فلانا. قال: أخبرته؟ قال: لا. قال: قم فأخبره. فذهب فقال: يا فلان إني أحبك في الله. قال: أحبك الله الذي أحببتني فيه. ولذلك في حديث آخر يقول ربنا سبحانه وتعالى: حقت محبتي للمتحابين فيا. الله أكبر. حقت محبتي للمتحابين فيا، وللمتزاورين فيا، وللمتبادلين فيا، وللمتناصحين فيا، وللمتواصلين فيا. حقت محبتي. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يلقي الله عبدا أحبه في النار. ما يمكن أن يلقي الله عز وجل عبدا أحبه الله أن يلقيه في النار. حديث صحيح. ولذلك إخواني في الله، دعونا ننشر هذا الخير بيننا. الإنسان في مسجده، المرأة في بيتها، في مجتمعها، كل في مكانه. يا إخواني، من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. يا سلام! كل نوازع الدنيا وارتباطات الدنيا زالت، الرابط بيننا هو الحب في الله. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله والبغض في الله. ولذلك أيها الأحبة، دعوة لنفسي ولإخواني وللجميع: لا يفوتنا هذا الخير العظيم، لا يفوتنا، بل ينبغي أن نحرص أن نتواصل مع غيرنا، مع المسلمين، وأن نبث لهم مشاعرنا الصادقة، وأن هذا أمر يسير جدا لكنه عظيم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فالله الله أيها الأحبة في هذه العبادة اليسيرة ما تكلفنا شيء، لكن أقول بكل صدق كما قال صلى الله عليه وسلم: أصحابها يغبطهم الأنبياء والشهداء والصديقون بمقعدهم من الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، أحبتي في الله، لا يفوتنا هذا الخير، لا يفوتنا الخير. حقيقة هذه العبادة ورد فيها كثير من النصوص الجميلة، أرجو أن نعود إليها حتى نعرف قيمة هذه العبادة التي هي فعلا هي نور في الدنيا وهي نور في الآخرة. ما الذي يكلفنا؟ كل الذي يكلفنا أن تقول بصدق لأخيك المسلم: فلان إني أحبك في الله. وأنا أيضا أشهد الله عز وجل على محبة جميع المسلمين في الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا خالصا لوجهه الكريم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.